خلينا نتكلم عن تاني فرقه من الفرق اللي هي صعبه، هي شيفيلد يونايتد. شيفيلد يونايتد المفروض ان النجم بتاعهم احسن لعيب عندهم كان ضايع، وللاسف يعني في الوقت اللي احنا بنسجل فيه الحلقه دي وانا بعمل سيرش على الفرقه عرفت ان ده لسه ماشي رايح مارسيليا. ف هنحاول نشوف حلول، ممكن مين يلعب مكانه، لو لعيب رخيص لعيب هيعرف ينفعنا بعد كده ممكن حد من الفرقه دي نعتمد عليه. ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هو مبدئيا شيفيلد يونايتد بتلعب 3-4-2-1 بمهاجم واحد صريح. طبعا احنا شفنا شيفيلد قبل كده في الدوري كانت عامله ازاي، كان لعبها كله بيعتمد ان هم بيلعبوا بدفاع كتير، اللعب الانجليزي اللي هو كور طويله وسكند بول وبتاع. واول سنه في الدوري نجحوا بالطريقه دي، يعني كانوا في مركز كويس وكنا فاكرين لاندسترام وبتاع، بس تاني سيزون الاداء بتاعهم كان سيء. يعني ده اللي هو ده بسبب ان الكره الانجليزيه في اخر كام سنه بتتطور، فبقى الفرق اللي بتلعب بالطريقه دي مش بتبقى على طول مكمله بنفس المستوى. ف السنه دي هم رجعوا تاني الدوري، اللي هو زي السلام عليكم وعليكم السلام، قاعدين شويه وهننزل. فممكن لو اتكلمنا ان هم دفاعهم كان في التشامبيونشيب كويس، ما كانش وحش. بس الميزه ان هم عندهم مدافعين نوعا ما خاص، يعني اغلى مدافع في شيفيلد ب4.5 هو احمد زوفيتش. ده مدافع بيلعب بدماغه، جايب كذا جول في التشامبيونشيب السنه اللي فاتت، يعني ممكن يبقى كويس بحيث ان هو الطريقه دي تنفع، لان هو كورنرات الفاولات يبقى مفيد فيها. طبعا بلدوك ب4. في ايجان كان موجود عندهم، ايجان قبل كده. انا لما بصيت على الماتشات الوديه اللي لعبوها لقيت ان في ماتشين ايجان لعب فيه في نص الملعب، فهو لو مدافع هو لازم مدافع ب4، ولو بقى في نص الملعب ده هيبقى مفيد جدا، واعتقد ان هو ممكن يجيب نقط، يعني هيبقى حاجه ما حدش خد باله منها. وبالنسبه للهجوم هو دلوقتي ما عندهمش غير مهاجم اللي هو ماكبيرن، ده ب5.5، ومهاجم تاني اسمه اوسيليو. نيجي بقى لاخر حاجه، ان احنا لو بصينا على الجدول بتاعهم هنلاقيه، يعني الجدول بالنسبه للفرقه لسه طالعه الدوري تاني مش صعب، ان هم يبتدوا بكريستال بالاس، بعد كده نوتنجهام فورست، بعد كده المطوشه هتبتدي تصعب عليهم تدريجيا، بحيث ان هم هيلعبوا السيتي وايفرتون وتوتنهام. ف انا مش شايف ان ممكن برضه اعتمد على حد فيهم، يعني صعب. ممكن مثلا احمد زوفيتش يبقى مدافع ب4.5 ممكن تجيبه، بس انا شايف ان النص ده برضه هتحتاجه في مركز تاني، فممكن تروح لإيجان او تروح لبلدك. شكرا.